السلام عليكم. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع حساس وخطير بزاف، الحجز. واحد الكلمة اللي تقدر تقلب حياة أي واحد فينا. غادي نشوفوا كيفاش الواحد يقدر يفيق الصباح يلقى حسابه في البنكة مبلوكي ولا دارو قتباع في المزاد. والأهم من هاد الشي كامل هو كيفاش تحمي راسك. خليكم معايا حيت في هاد الموضوع بالذات الجهل بالقانون كيخرج غالي وغالي بزاف. يلا تخيل معايا هاد السيناريو. فقتي في الصباح عادي، مشيتي تشري قهوة، جيتي تخلص الكارطة ما خداماش، مشيتي للبنكة تجبد الفلوس، كيقول لك الموظف بكل برودة آسف الحساب ديالك مبلوكي. الصدمة. وماشي غير هادشي، كتزيد تكمل عليك، كتمشي لدارك كتلقاها حتى هي محجوزة، لا بيع لا شراء، بحال شي كابوس ياك. ولكن صدقني هادشي راه ماشي فيلم، هذا هو الواقع اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس كل نهار. وهنا فين كيطرح السؤال الكبير، واش المشكل في القانون هو اللي صعيب ولا المشكل فينا حنا اللي ما عارفينوش؟ على هذا الشيء بالضبط درنا هذا الشرح اليوم باش نوضحوا الامور، حيت كيف ما كيقولوا قله المعرفه في حال هذه المواضيع العواقب ديالها كتكون كارثيه. يلا نبداو. اول حاجه خاصنا نعرفوها هي ان الحجز فيه جوج ديال الانواع ولا جوج مراحل اساسيه. غنبداو بالمرحله الاولى، الحجز التحفظي. من سميتو كيبان الهدف ديالو، ماشي هو البيع، لا، الهدف هو التحفظ، يعني التجميد المفاجئ، باش بنادم اللي عليه الدين ما يهربش الفلوس ولا يبيع داكشي اللي عنده قبل ما يخرج الحكم. وهنا فين كتوقع الصدمة عند بزاف ديال الناس. أول سؤال كيطيح في البال هو كيفاش يحجز عليا وهو أصلا مازال ما عنده حكم نهائي من المحكمة؟ وهذه فكرة غالطة عند الأغلبية. الجواب هو القانون كيسمح بهذا الشيء. فكر فيها بحال شي إجراء وقائي، بحال شي قفل كيديروا الدائن على الممتلكات ديالك باش يضمن حقه. بحال إلا كيكون للقاضي عفاك بلوكي كلشي دابا على ما يصدر الحكم باش نلقاو منين نتخلصوا. ولكن طبعا هاد الشيء ماشي عشوائي، ماشي اي واحد جاي يقدر يدير هاد الحجز، لا، باش القاضي يعطي هاد الامر خاص يتجمعوا واحد الشروط. اولا خاص يكون الدين باين واضح ومستحق الاداء. ثانيا خاص تكون حاله ديال الاستعجال، يعني كاين شي خوف ان السيد اللي عليه الدين غادي يبيع داكشي اللي عنده ويتهرب، او انه غادي يولي معسر وما يبقاش عنده باش يخلص. وهنا فين كاينه واحد النقطة خطيرة جدا وخاص كل شي يرد ليها البال. ملي كيتم الحجز التحفظي على الممتلكات ديالك راها ما بقاتش ديالك باش تصرف فيها كيف بغيتي، ولا تحت يد القضاء، واي محاوله باش تبيعها ولا تخبيها ولا تفوتها لشي واحد هذه كتسمى جريمه سميتها تبديد اموال محجوزه. والعقوبه ديالها ماشي شي حاجه سهله، راه فيها الحبس والغرامه، يعني الموضوع كيتحول من مدني لجنائي. مزيان، دابا فهمنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التجميد والوقاية. دابا أجي ندوزو للمرحلة الثانية، المرحلة اللي بصح كتخلع، مرحلة البيع. كنتكلموا هنا على الحجز التنفيذي. باش نزيدو نوضحوا الفرق بيناتهم، الحجز التحفظي قلنا الهدف ديالو هو التحفظ، يعني يضمن الحق وصافي. أما الحجز التنفيذي لا، الهدف ديالو مباشر وواضح، هو البيع باش يتخلص الدائن. وهذا الحجز التنفيذي ما كيدارش الا بواحد الحاجه مهمه سميتها السند التنفيذي. شنو هو هذا السند؟ يقدر يكون حكم نهائي من المحكمه، يعني ما بقى فيه لا استئناف لا والو، او يقدر يكون شيك او عقد موثق. والمسطره ديالو كيفاش دايره؟ شوف، المسطره واضحه وما فيهاش رجوع. اول خطوه كيجيك انذار رسمي، كيعطيك مهله ديال 8 ديال الايام باش تخلص الطواعيه. ما خلصتيش كندوزو للخطوه الثانيه، كيجي عون التنفيذ، كيدير محضر رسمي كيكتب فيه شنو عندك وكيعطي تقدير للقيمه ديالو. ومن بعد كتجي الخطوه الاخيره والاصعب، وهي البيع في المزاد العلني. وداكشي اللي تباع فلوسه كتمشي مباشره لصندوق المحكمه باش يتخلص الدائن. يلا دابا ندوزو لواحد النوع ديال الحجز اللي بزاف ديال الخبراء كيعتبروه الاخطر والاكثر فعاليه في هذا الوقت اللي حنا فيه، سميتو الحجز لدى الغير. ركزوا معايا مزيان في هذه النقطة الله يخليكم. وعلاش هو خطير؟ سهلة، حيت ما كيمشيش ليك انت نيشان، لا، كيمشي لداك الطرف الثالث اللي شاد ليك الفلوس. شكون هو هذا الطرف؟ يا إما البنكة ديالك يا إما المشغل ديالك، يعني كيضرب في المصدر ديال الفلوس مباشرة. فعال جدا. والقانون في هذه الحالة صارم بزاف. مثلا البنكة ملي كيوصلها الأمر بالحجز مجبرة تسرح شحال عندك في الحساب، وإلا كذبات أو خبات شي حاجة هي اللي كتولي مسؤولة على الدين ديالك. بالنسبة للصالح القانون كيحمي واحد الجزء منه كيخلي ليك باش تعيش،
ولكن وهنا كاين واحد الاستثناء خطير جدا وكيهم بزاف ديال الناس، ديون النفقة. النفقة عندها سبقية على أي دين آخر، يعني الحجز ديال النفقة يقدر ياخد لك الصالير ديالك شبه كامل. هذه نقطة حساسة وضروري الواحد يعرفها. مزيان، من بعد ما شفنا الدائن العادي، دابا وصلنا لواحد الطرف اللي كيلعب في ليفل آخر، واحد الطرف اللي عنده صلاحيات استثنائية واللي هو إدارة الضرائب. هنا القواعد ديال اللعبة كلها كتبدل. علاش؟ حيث إدارة الضرائب ماشي بحال أي دائن آخر، ما محتاجاش تمشي للمحكمة وتاخد حكم قضائي. لا، عندها الحق تحجز على الحساب ديالك في البنكة مباشرة وبدون أمر من القاضي. الشرط الوحيد هو تكون هاد الضريبة اللي عليك ثابتة ونهائية وتكون توصلتي بالإشعارات ديالها. وهنا خصنا نردوا البال واحد الحاجة مهمة تبدلات في هذا العصر الرقمي. داك العذر ديال أنا ما توصلت بوالو ما بقاش خدام. علاش؟ حتى التبليغ ما بقاش غير ورقة كيجيبها الفاكتور، دابا كاين التبليغ الإلكتروني، يقدر يجيك في الايميل، يقدر يجيك في رسالة قصيرة أو عبر المنصات الرسمية ديال الدولة. يعني صافي ما بقى عندك فين تهرب. وهنا واحد تحضير خاص ومباشر لدوك الناس اللي كيديروا ما يسمى بالرواج الوهمي في الحسابات ديالهم، كيدخلوا ويخرجوا الفلوس باش يبينوا للقنصلية أن عندهم حركة مالية وياخذوا الفيزا. ردوا البال، إدارة الضرائب ما كتعرف شي حاجة سميتها النية، هي كتشوف الأرقام، وهدوك الفلوس اللي كتدور عندك في الحساب بلا مصدر واضح بالنسبة لها أرباح ما صرحتيش بها، وهكا كتلقى راسك متابع بالتهرب الضريبي بلا ما تجيب خبر. أوكي، هادشي كامل كيبان كحل صعيب، ولكن واش هذه هي النهاية ديما؟ لا، القانون كيعطي للمدين الحق باش يدافع على راسه. كاينين طرق للطعن في الحجز. أيوة، كيفاش الواحد يقدر يدافع على راسه؟ كاين بزاف ديال الأسباب. مثلا يقدر يكون شي خطأ في المسطرة، شي إجراء ما تحترمش، هنا عندك الحق الطعن. أو يقدروا يحجزوا على شي حاجة اللي أصلا ماشي ديالك، ديال شي حد آخر. أو واحد الحالة اللي شائعة بزاف، كيكون عليك دين ديال 50,000 درهم مثلا، وكيمشيو يحجزوا ليك على دار كتسوى 1,000,000 درهم. هنا كاين عدم تناسب، والقانون كيحمي من هاد الشيء. هادو كلهم أسباب تقدر تؤدي لإلغاء الحجز. ولكن خصنا نكونوا واقعيين، مع الرقمنة اللي غادا وكتعمم كلشي ولا سريع. الحجز دابا كيتقيد في المحافظة إلكترونيا في البلاصة، الإشعارات كتوصل بسرعة، يعني داك الوقت اللي كان عند بنادم شحال هادي باش يتصرف ما بقاش. عامل الوقت ولا حاسم في كل شيء. وفي الأخير كاين واحد الجملة اللي خاصها تبقى ديما في بالنا كاملين: القانون لا يحمي المغفلين. وبالدارجة ديالنا القانون ما كيرحمش اللي ما عارفوش. يعني المعرفة بهاد الأمور ماشي اختيار، ولات ضرورة حتمية باش الواحد يحمي راسو ويحمي رزقه. كنتمنى هاد التوضيحات تكون فادتكم. تهلاو في راسكم وخليكم ديما واعين. السلام عليكم.